حبايب قلبي في كل مكان، وحشتوني جدا جدا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبأحسن حال. نبدأ فيديو جديد ويوم جديد، ونبدأ بالصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. بصوا كده حبايب قلبي، قلت أبدأ اليوم بتاعي معاكم. نبدأ الفيديو بتاعنا كده بكوباية شاي وشوية كده من البنين أو القراقيش زي ما بتقولوا. تمام، نفطر كده ونظبط حالنا وندخل نعمل غدانا. خليكم بقى معايا حبيب قلبي، ما نكمل اليوم بتاعنا مع بعض. بصوا بقى كده حبيب قلبي، معايا شويه من الفريك. الفريك ده بيبقى ذره مشوي وناشف حبيب قلبي. تمام، انا نقعه في ميه سخنه. يا ترى نعمل غدا ايه النهارده؟ صراحه هو كان هيبقى حاجه تانية، بس قلنا يلا مش مشكله، يبقى الحاجه اللي احنا نعملها النهارده دي. انا كنت عايزه اعمل سبانخ، انا بفرزها، بس انا جوزي قال لي لا خليها قرميط احسن، فقلت يلا مش مشكله نكمل الفيديو بتاعنا برضه. فاحنا هنسيبهم منقوعين كده حوالي من ساعه. تمام، على ما نغسل القراميط بتاعتنا ونكملها كده مع بعض. خليكم معايا كده حبيب قلبي. بصوا بقى كده حبيب قلبي، ده سمك القراميط بتاعنا اهو. انا لقيت ما شاء الله اللهم بارك حجمه كبير، فقطعت الخرطه نصين يا جماعه. يعني بصوا تبقى كده مثلا، فقلت لا ان انا اقطعها نصين كده القطعه، يعني ايه على 2. تمام، علشان ما تبقاش غلسه في اكلها. ودي برضو انا مقطعاها اهو، الحجم بتاعها يعني بيبقى مناسب كده ما شاء الله. فانا كنت نقعهم في شويه ميه سخنين تمام من غير حاجه ينزلوا دمهم وكده. ومعايا ميه تانية هحط فيها شويه ملح زي ما احنا متعودين دايما مع بعض، وليمون اهو. وننقل كده القراميط بتاعتنا فيها. نسيبهم بقى فيها حوالي من ربع ساعه. هم نضاف يعني وكده، انا اصلا غسلاهم. تمام، نسيبهم ربع ساعه في الميه دي، وارجع لكم تاني بقى واحنا بنقليها. بصوا كده بقى حبيب قلبي ام حنين، انا قلت على ما السمك بتاعنا يتنقع شويه في الميه بملح بالليمون دي، نعمل ايه؟ نجيب كده معلقتين سمنه زي ما انتم شايفين، وننزل بالبصل بتاعنا. انا بحب كميه البصل تبقى يعني حلوه للقراميط يا جماعه، محدش يستغرب. تمام، ونحمرها كده مع بعض. نفرم الطماطم بقى واجيلكوا تاني. كده حبيب قلبي البصله بتاعتنا احمرت اهو. تمام، نكون بقى عاملين عصير الطماطم بتاعنا اهو. بسم الله، ننزل بيه كده. وده الفريك بتاعنا يا حبيب قلبي، انا صفيته من الميه. انا قبل ما ابدا اي حاجه نقعته ميه سخنه وكده ما شاء الله اهو. هنشوف بقى السمك بتاعنا علشان نقليه كده مع بعض. بصوا بقى كده حبيب قلبي، انا طبعا كده ملحت السمك بتاعنا بدقه، هي توم وشطه وملح. تمام، وهنحطها كده في الدقيق. والزيت بتاعنا سخن اهو. تمام، اهو كده حبايبي. دي كده لوحدها زي ما هي عايشه حياتها. اهو السمك بتاعنا بقى في الزيت على ما نحمر كده وارجع لكم تاني. بصوا بقى كده حبيب قلبي، دي التوابل بتاعتنا: كمون وفلفل اسمر وملح ودقه. تمام، انت لو عندك كزبره وحابه انت تحطي تمام، لكن بصراحه انا برتاحش بالكزبره،
دي كزبرة ناشفة عليها، او لو خضرة. لو خضرة اوكي ماشي، بس ما بحبش الناشفة، فانا ما عنديش. تمام، هرجع هحط ده على الصلصة وارجع لكم تاني. بصوا حبايب قلبي، ده شكل السمك بتاعنا اهو بعد ما اتحمر. وان شاء الله اوريكم انا نازله بيه في الصلصه على ما اخلص بقيه الكميه اللي معايا وارجع لكم تاني. اهو كده حبايب قلبي، نزلت بالقراميط بتاعتنا في قلب الصلصه. ما شاء الله الصلصه طعمها جميل وملحها مظبوط. وعلى فكره يا جماعه، انا اول مره والله اعملها بالفريك معاكم. احنا دايما بنعملها بصلصه بس كده، تمام، ما بنحطش الفريك. بس البلد اللي انا فيها دي، اللي انا متجوزه فيها، واهل جوزي بيعملوها ايه بالطريقه دي، فقلت ان انا ايه اعملها معاكم، ان شاء الله تعجبكم. انا ما بحبش الصينيه يعني تبقى واسعه على الحاجه، فكده كويس. ندخلها بقى الفرن وارجع لكم تاني يا حبايب قلبي. اهو دخلناها الفرن، وقال ان شاء الله ما تخلص واوريها لكم. وكده حبايب قلبي انا بسلق رز ابيض اهو، بيبقى مع القراميط طعمه جميل. يعني مش بتحب رز البصل والحاجات دي، يعني هو الابيض معاها بيبقى افضل حاجه. على ما سنة القراميط بتاعتنا تخلص والرز يستوي واوريكم ان شاء الله باذن الله. كده حبايب قلبي شكل الصينيه بتاعتنا بعد ما خلصت، ما شاء الله اللهم بارك، شكلها جميل اهي. هي لسه طالعه من الفرن، تمام. وبألف هنا وشفا اللي ياكل. وما تنسوش حبايب قلبي لو عجبكم الفيديو، لو ما كنتيش مشتركه في القناه اشتركي وفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. وما تنسونوش باللايك بتاعكم الجميل. اشوفكم الفيديو الجاي، ومع السلامه.